ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كلوا معايا. اكلنا النهارده ايه؟ ورق عنب وفراخ. ورق العنب شكل ورق الخاص، شكل ورق الليف. ليف؟ ورق في ناس الفراولة. بتعمل ليف. ورق فراولة. ايه؟ وفراخ. ايه اللي جاب الفراوله في المحشي؟ ما في ناس بتبيعها على انها ورق عنب. لا. في حتى بقول لك ورق العنب ساعات بنعمل مع ورق التوم. والله لما عارفين احنا بنشتري ورق عنب ولا ورق توم. مزز. لا انا بدي فكره كنت مزز. ورق توم. دي بدي فيها؟ لا كان ورق توم؟ لا كان ورق عنب، كنت شايفها على ايد العنب بتيجي على ايد صغيره كده في الورق. في ناس بتعصر عليه ليمون بس انا ما بعصرش عليه ليمون. لو ليمون بيديله مزاز اكتر ما هو باين، مش عارفه. ورق عنب ما بلاش. عندي سلمى بنتي من عشاق ورق العنب. انا ما كنتش بحب. ولا في ورق عنب ما بنبلعش. انا ما كنتش بعرف ابلعه الاول، بس سلمى اللي خلتنا نحب. ما فيها كسور صغيرة. عملناه نوبه بقى واثنين وثلاثه حبيناه. تعالوا كلوا معانا. معانا ده. امبارح العقاب اللي عملته في وشي لسه معانا. مش عارفه اطلع المونوكير. لا ثابت وربنا فتحنا يا حبيبي يا حبيبي. مش عارفه اطلع المونوكير، حتى النهارده تقول يلا نعمل تحدي وبتاع. لا انا بخسر. ثانية شوف التحدي اللي قدامي اللي كان قبل كده اللي كان في الأوضة. ما رضيتش أعمل فيها عقاب ثابت عليا. ده كان أول مرة أكل فيه، عشان والله عشان نكمل معايا ثانية امبارح حاجة ما كملش ثانية. قلت لها مش عارفه، ما بعرفش اكسب التحديات دي. بتحدي الدين بس مش هتعرف مرة. لاني ما بعرفش اكل بسرعه كمان. بحب اكل واحده واحده. ده في اندومي بتسمى 3 اكس 25 مرة. سميته؟ نعم. سميته؟ هي اللي بتاكل غير ما تسمي. لا سميها. لازم كان افكر. بسيب. بايه؟ بسيب. مسمي في سر. وانت 3 اكس. مش عارف كل عارف مكان ليه. بعمل جميل كده. 3 اكس دي يا ماما زي اللي بيقولوا عليها. لا والله ده كان فظيع. ده دي تقليد. وأنا بقول الأصل. حياتي ايه؟ الأصل يا ربنا. ومين اللي قال؟ يا رب. 90 ده جنيه. كان بوكو كان كله نار. 90 جنيه. بايه؟ 90. مش كده أصلا. لا فاهم بس مدن. مع انهم هياكلوا ويروحوا دروس ويقولوا لا كله الامر. بتقول له لو رحت الدرس هكون افكر في لا يا عيني. ورق العنب. مستحيل. مش الدرجه دي يعني. والله فاكر نفسك. مش زحمه. ولا درس الاقتصاد. امتحانات. يقولها يا جماعه ربنا يوفقك. عايزه اكل. تعرفوا ان اجمل اكله دي اكله المحشي. ولازم تشوف. مش عارفه ايه اللي رز. والله
بحس ان تقيل. رخم. هو مش رخم بس رخم تقيل. في الآخر. مش بتاعت مين؟ عادي مش بتاعت. ده لو كنت بحب المكرونة برضه مش شبهش. حياتي بحب. لا وأي نوع مكرونة مش شبهش. مش هي- مش شبهش. المكرونه ما بتشبعش. لا تدخل تحب مكرونة بشاميل يعني؟ مش شبهش. عمال أكلمهم بيكون هيك. بتنقل الخسران أيوه. كل شويه. يلا يا ماما. وجيت عند ما كشري. لقيتش تحدي خالص الا ماما. كشري. بكرة يا ماما. ماما على طول خسران. بكرة ينهار كشري. بس هاي بكرة شم المصري. لا بس أنا بقول عشان المصري. ممتعني. نعمل نبي. بيحتفلوا معانا. هناكل بس. هناكل. هناكل. ناكل رنجة وفسيخ وزبيب. احنا الاول واحنا صغيرين كنا يوم شم النسيم دي كانت امي تعمل لنا محشي او كسكس. ما تقدرش تجيب لنا لا رنجه ولا سمك ولا اي حاجه يوم. يعملوا بكرة شيشة. لا لا لا. هناكل رنجه. أنا مش بجيبها ده. مع ان الاكله دي كانت عايزه تحدي. بحب آكل والله. بارد. سلمى عمرها ما دخلت تحدي قصاد كده. ده بتكسبني انا بقى. بتشطر على الحمار وبتشطر على البتاع. طب ولا إيه؟ البتاع بتشطر على الحمار بتشطر على البتاع. لا بس ناس كل. والله. مش بتاعنا. مم؟ لا لا مثال يعني. على اسم الحمار يعني. امثله بايخه. كنت برضه عندي خصوص مرة. مش داخل تحديات يعني. تعال ادخل انا معايا. هبله ولا ايه؟ ادي بكرة بعد ما فيديو يقول لي انت مش عارف. لا لو حد عاوز يخش معايا تحدي يخش معايا تحدي الرنجه. لا. لا. أنا. انا بقى من عشاق اكل الرنجه. والله ما كان والله برضه اي حد يخلص. هتبقى خسرانه. بتاكلوا براحتك. بالك ما احنا هنستمتع بالرنجة وناكل براحتنا وفي الاخر هنكسب. هو التحدي. لا مش سرعة. المفروض التحدي الناس تمتع نفسها بقى. كمان الناس الخسرانة. كمان الناس البريدة. النهارده قلت ادلعهم مش هيصحوا. كنت جايباهم من السوق لسه ما عملتش لحد النهارده. قلت يبوظ بقى. والسؤال ده بكرة. زرت انا بكره. الواحد كله ما بيرضاش. تقعد معاك في الشغل وتجي المغرب. 11 تقريبا. لما بلاقي وقت بقى بعمل لهم اكل حلو.
ولا ما اروح الا مملى بطني. انا هياخد معايا. تاخدي معاك ايه؟ مش قادرة. دوس تاخد. الواحد يتكلم عن كده لازم على دوس تاخد. لازم الواحد يعمل ايه؟ اعمل رجيم او دايت. دايت ورياضة ودايت. اسمها دايت. تو دايت. دايت ورياضة ودايت. لازم الواحد يعمل دايت. دوس ربع ساعة. كده الواحد ان كل يعني هيدمر نفسه. باكل ما بتخنش. مش عارفة انت مسلوع كده تحس ان انت بتاكل من الوش. بس اجمل حاجة الواحد لما بياكل ما بيمشي على الاكل. ليه؟ ياكل براحته يتمتع بالاكل ياكل كل اللي نفسه فيه. انما الناس اللي بتتخن تلاقيها تاكل حاجة وترحم نفسها ما بتعرفش تاكل. سكرات. اي حاجة التخين ما بيعرفش ياكلها. زي ده عايش محروم ولو كان هيتخنزل. انما الرفيع بياكل براحته. زي يعني اللي جسمه تخين زي حالاتي كده ما ينفعش. صح؟ اخر واحد. قومي بقى هتتعبي. لا اللي احنا عايزين. زمانها جايه. انا بشكركم على كل اللي اشترك معايا في القناه وبشكر كل اللي بيكتب لي كومنتات حلوه لان انتوا فعلا يعني ايه بقيتوا اهل فعلا. اول كملي الكلمة. يلا بطنها بتوجعها بقى مش قادرة. بطنها بتوجعها طب قومي يلا. تلاتة مزرعة عين. مش عارفة مزرعة. اشمعنى دي؟ يلا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يلا مع السلامه.